السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه في الفيديوهين اللي فاتوا في ليه المطعم بيفشل وليه المطعم بيخسر. اتكلمنا كام نقطة في الفيديوهين اللي فاتوا، وهنكمل النهاردة سريعا كده. وهنقول ان من ضمن اسباب ان المطعم بيفشل هو انك ما بتقدمش جودة كويسة، جودة تكون مناسبة للعميل. نشرح برضو بوضوح بدون مصطلحات مكعبكة كده. هنقول مثلا انت عامل اعلان على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الزبون بيجي لك فيا اما بيتصدم ان مش ده اللي هو شافه، مش ده الهيئة اللي هو شافها في الدعاية بتاعتك. فطبعا بداية كده خلاص هو بيقفل وبيكون انطباع مش كويس. دي حاجة. وممكن يجي يلاقي هو ده اللي معروض عندك على مواقع التواصل، فبيبقى خلاص مرضي، يعني كويس حلو. انما النقطة اللي لازم ان المطعم يوصل لها اللي هو مش ان الزبون يبقى مرضي، لا، لازم ان الزبون يبقى مبسوط. يبقى الصنف اللي نزل له او الطبق اللي نزل له، المنتج اللي نزل له فاق توقعاته، اللي هو خلاص هو رسم صورة ذهنية كده في دماغه ان انا هروح اكل كذا، فما بيروح هي ديت خلاص مبسوط كويس يعني مرضي يعني. انما ان انا اوصله ان هو يكون سعيد، دي مرحلة تانية خالص. يعني لازم الزبون يجي يلاقي ان المنتج اللي نزل له فاق توقعاته الذهنية اللي هو حطها في دماغه، انا هروح الاقي كذا وكذا، فلقى ان الموضوع اكبر وافضل واحلى. فتخيل بقى رد فعله هيكون ايه، المحيط بتاعه هيقول لهم ايه. انا رحت عند المطعم الفلاني وكان عامل وجبة كذا كذا، بس رحت لقيت الموضوع اكبر، لقيت اللي اتقدم اكتر من اللي كان في خيالي. فبقى الزبون سعيد. الزبون السعيد ده بيخرج بيعمل لك دعاية غير مباشرة. يبقى لازما المنتج بتاعي يفوق التوقعات. ايه تاني ممكن يتسبب في فشل المطعم؟ ان ما يكونش عندي تسويق احترافي. يعني كان في احد المطاعم اللي اتعاملت معاهم، كان في بينا تعاون يعني. بقول له طيب احنا عايزين نعمل يعني شويه دعايه مموله وبتاع. قال لي لا، مموله ايه؟ احنا الناس عارفانا. يا نهار ابيض، الناس عارفانا؟ يعني احنا مش محتاجين. قال لي احنا مش محتاجين دعايه، الناس عارفانا وبتجيلنا. طيب هو الشركات العالميه الناس مش عارفاها؟ يعني احنا ما بنشوفش اعلانات لشركات غربيه، شركه بيبسي، شركه كوكا، ماكدونالدز، بيتزا هات، كل ديت الناس مش عارفاها؟ ورغم كده اعلانات مستمر، ما بيفوتوش فرصة الا لما ينزل اعلان، اذا كان في التلفزيون قبل المسلسل وبعد المسلسل، في ربع المسلسل، في نص المسلسل، قبل البرنامج، جوه البرنامج. ودي شركات عالمية، الدنيا العالم كلها عارفة الشركات ديت. انت بقى مش عارف الناس عارفاك ازاي. فالتسويق، التسويق مهم جدا. لازم أن يكون في دعاية تبع مكتب او شركة محترفة يعمل لك دعاية محترمة وتمول الإعلان بتاعك عشان توصل لأكبر عدد من المحيطين بيك أو اللي أنت بتستهدفهم بالمنتج اللي أنت بتقدمه. إنما تقول لي إحنا مش محتاجين دعاية، إن إحنا الناس عارفانا. طبعا دي تدخلنا بقى على إيه؟ سوء الإدارة. إن لما يكون دي العقلية اللي بتدير المكان، دي مصيبة سوداء. ان هو مش مقتنع ان لازم يعمل دعاية ولازم يصرف على الدعاية. يعني اعتقد ان لازم يكون في جزء من التكلفة مخصص للدعاية مستمر. اعلانك ما يقفش ابدا ابدا. انت تخصص كده، تعمل له رصيد، كل ما الرصيد ده يخلص يتحط فلوس عشان يفضل الدعاية شغالة. فلازم أن يكون في خطة تسويق
للمكان علشان يوصل لأكبر عدد من المستهلكين أو اللي طالبين المنتج بتاعك. هكتفي النهاردة بالفيديو ده، وإن شاء الله نكمل ونشوف باقي الأسباب اللي ممكن تؤدي لفشل المطعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.